السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اخواتي؟ عاملين ايه؟ صباحكم زي الفل. معاكم محمد عاطف وحلقة جديدة من برنامج خليك حريف. وصلك الفيديو انزل اخبط اللايك، وانزل اكتب كومنت صلي فيه على الحبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما تنساش تفعل حركة الاكسبلور. يمكن امبارح اعلن النادي الاهلي عن اولى صفقاته، وهو اللاعب يوسف أيمن لاعب المنتخب القطري ولاعب نادي الدحيل. الأهلي اتعاقد معاه سنة على سبيل الإعارة بنية الشراء. يمكن اللاعب هو مركزه مساك، ويمكن اللاعب لما اتعرض على مارسيل كولر وافق وأبدى يمكن إعجابه بيه، وده لسبب إن طريقة لعبه بتشبه طريقة لعب محمد عبد المنعم من ناحية التدرج بالكورة من خط الدفاع لقدام، وبيعرف ينقل الكورة وبيعرف يستلم كويس، ويمكن ليه أهداف برضو مع نادي الدحيل. فيمكن مارسيل كولر أبدأ إعجابه وإدى الموافقة للجنة التخطيط ولجنة التعاقدات في النادي الأهلي إن هم يتعاقدوا معاه. بنتمنى إن هو يكون لاعب كويس، وزي ما يمكن سامعين عنه، ونتمنى ان هو يبقى اضافه قويه جدا للنادي الاهلي، لان النادي الاهلي زي ما انتم كلكم عارفين ان هو داخل على ماتشات صعبه جدا وبطولات صعبه جدا، من اول السوبر الافريقي، السوبر المصري، ولسه ماتش كاس مصر يوم الجمعه ان شاء الله قدام الالومنيوم. وطبعا كل ده النادي الاهلي يمكن بيحضر وعايز يجيب صفقات قويه جدا عشان خاطر البطولة الأهم في 2025، وهي كأس العالم للأندية، واللي هتتعمل بنظامها الجديد بمشاركة 32 فريق. يمكن في أخبار جاية من امبارح أو من أول امبارح بيتهيألي بخصوص اللاعب محمد الضاوي كريستو، وهو إن خلاص شبه أو خلاص تمت خلاص الاتفاق بينه وبين إدارة الأهلي وبين إدارة نادي الصفاقس التونسي بإعارة اللاعب لمدة 6 شهور بنية البيع. النادي الأهلي حدد إن لو نادي الصفاقسي عايز يشتري محمد الضو كريستو فلازم يدفع 2 مليون دولار. وجهة نظري خسارة إن كريستو ده يمشي، لأنه لاعب يعني ما بيتسمى في تونس ميسي، فما بالك انت بقى هنا. كان ممكن لو كان خد فرص زي ما لعيبة كتير خدت وهي لا تستحق انها تاخد فرص في النادي الاهلي، بيتهيألي ان هو كان ممكن يبقى اضافة قوية جدا. الحاجة التانية، امبارح شركة تذكرتي نزلت اسعار تذاكر الماتش الاهم في الدوري يوم 22، وهو ماتش بيراميدز او الاهلي، بيراميدز والاهلي. يمكن اسعار التذاكر مبالغ فيها جدا، يعني بيراميدز محددة سعر الدرجة التالتة 200 جنيه. طب تمام، مش طب انت كراجل مسؤول في نادي بيراميدز من حقك طبعا ان انت تبص على الاستفادة الاكبر ليك من المباراة من حيث التذاكر وكده. طيب اي واحد من جمهور النادي الاهلي هيقولك ادارة بيراميدز عارفة ومتأكدة يعني ايه جمهور بالنسبة للنادي الاهلي. بالنسبة للنادي الاهلي الجمهور مش اللاعب رقم 12، لا هو اللاعب رقم 1. فان انت بتحاول على قد ما تقدر تحمي لعيبتك في الملعب من جمهور النادي الاهلي وتحميهم من الضغط، فدي حاجة يمكن بتدل ان انت قلقان او خايف ان الدوري يروح من الاخر، لان انت عارف بنسبة كبيرة جدا ان لو النادي الاهلي كسبك الماتش الجاي هتبقى الموضوع شبه انتهى، لان النادي الاهلي عنده 63 وانت 68 نقطة. فلو ربنا كرم النادي الاهلي ان شاء الله ان شاء الله وقدر ان هو يكسب هيبقى 66، هيبقى فارق بينك وبينه ماتشين، اسف نقطتين. فالنقطتين لو الاهلي كسب الماتش اللي بعده خلاص، وانت عارف ومتأكد برضو ان النادي الاهلي لما بيوصل صدارة الدوري محدش بيقدر ينزله. وبعدين كمان يمكن يعني احنا عارفين الدنيا ماشية ازاي والظروف المادية الصعبة اللي يمكن الكل بيعيش فيها دلوقتي. يعني يمكن اللي بيروح يعني ماتش النادي الاهلي من الجمهور، انت ما تعرفش هو جايب ال75 جنيه حق التذكرة ده منين،
او هي ما بتبقاش 75 جنيه بس، لان انت يعني بتحط في دماغك بقى المواصلات والاكل والشرب وهيصرف كام، فيعني بتبقى ميزانية معاه، ويمكن بيحوشها من مصروفه او بيدبرها بأي طريقة عشان خاطر يحضر ماتش الفريق اللي هو بيحبه. فلما انت بتدي سعر للتذكرة الدرجة التالتة 200 جنيه، فانت كده معلش، يعني انا كراجل عادي جدا لما اعرف ان تذكرة الماتش ب200 جنيه انا اقول انا مش رايح. معلش، انا مش هحضر ماتش برشلونة وريال مدريد. او انت مش عامل الماتش في انجلترا او في اسبانيا او في ايطاليا عشان خاطر تعمل لي سعر التذكرة كده. فزي ما انا قلت، اذا كنت انت عامل سعر اقل درجة بالسعر دوت، فانت كده ما يعني يدل، سيبك من الاستفادة المادية، لان احنا كلنا عارفين ان نادي بيراميدز يعني مش فقير ماديا، وعارفين يعني الاستثمارات اللي فيه عاملة ازاي. فلما انت تعمل حق التذكرة كده، فده دليل ان انت خايف من جمهور النادي الاهلي، وعارف ان لو الجمهور حضر في ماتش زي ده انت هتخسر. فبس انا يمكن بقول لكم ان النادي الاهلي هيعمل بالعند، او جمهور النادي الاهلي هيعاند وهيملى الاستاد. دي حاجة انا متأكد منها 100%. ممكن كان في بوست انا شفته على الفيسبوك، يعني بيقول لك، يعني كان هو واحد اهلاوي بيقول انا ما كنتش هحضر الماتش، بس بعد اللي حصل دوت لا انا هحضر الماتش، انا هتصرف واجيب الفلوس واحضر الماتش. ما تعاندش ما تعاندش مع جمهور النادي الاهلي بالذات، لان العناد معاه هيبقى خسارة كبيرة مش مكسب. انت عملت التذكرة ب200 جنيه ومش عارف عامل الدرجة الاولى ب2000 ولا مش عارف ب1000 وحاجة، وعامل الفي اي بي ب2000 جنيه او ب5000 جنيه، انت هتلاقي الاستاد مليان. فما تفتكرش ان انت كده بتشغل دماغك. يعني انت لو كنت عملت سعر التذكرة في الطبيعي 75 جنيه، انت ما كنتش هتلاقي الضغط ده كله. وكنت ممكن تلاقي واحد ده مش هيروح، مش ده في مشوار في اخر الدنيا في التجمع، فكنت ممكن تلاقي مثلا 1000 2000. لكن بالحركة اللي انت عملتها ديت انا متأكد ان انت هتلاقي الاستاد، يعني لو الساعة بتاعته 10 تلاف جنيه او الساعة المصرح بيها 10 تلاف جنيه، 10 10 تلاف متفرج آسف، فانت هتلاقي برضو 10 تلاف موجودين ويمكن زيادة. فبتمنى من ربنا ان ربنا يوفق النادي الاهلي ان شاء الله يوم الاثنين. مباراة صعبة، مباراة بنسبة كبيرة هتحدد مين هو بطل الدوري. واثق في جمهور النادي الاهلي ان هو ان شاء الله هيملى الاستاد. ويمكن دي كانت الحاجات اللي حصلت من امبارح للنهاردة، وبتمنى اكون ضيف خفيف عليكم. وبرضه ما تنسوش تحطوا اللايك، وتنزلوا في الكومنتات تصلوا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، وما تنسوش تفعلوا زر الجرس على قناة اليوتيوب. هتلاقوا لينك قناة اليوتيوب عندي على الصفحة بتاعت التيك توك. يلا اشوفكم على خير، نهاركم زي الفل.